اجي صاحبي بغيت تسافر وما عارفش الحاجات اللي خصك تراقب في السياره ديالك. انا نعطيك 5 حاجات خصك تراقبهم في السياره ديالك قبل ما تسافر. اول حاجه خصك تراقب مستوى الزيت ديال المحرك ديالك، ما خصوش يكون قل من الميني وما خصوش يكون اكثر من الماكسي. ثاني حاجه خصك تراقب مستوى ديال الزيت ديال الفرامل، الزيت ديال الفران اللي ديال الفران خصك ضروري تراقبه، ما خصوش حتى هو يكون في الميني او لا قل من الميني، يكون بين الميني والماكسي مزيان، ما خصوش يكون قل من الميني وما خصوش يكون اكثر من الماكسي. مزيان. شنو بقى لينا؟ ثالث حاجه الماء ديال التبريد. علاش غنراقب الماء ديال التبريد؟ الماء ديال التبريد اخويا الا ما كانش عندك الماء في الطوموبيل ديالك في الموتور ديالك غتشكل عليك خطر. عندك ملي كتشد الطريق طلع السخونيه ديال المحرك اكثر من القياس ديالها. مزيان. شنو باقي؟ رابع حاجه هي الضغط ديال العجلات. الضغط ديال العجلات ضروري قبل ما نسافر، خصني ضروري نراقبهم، ما خصهمش يكونوا ناقصين وما خصهمش يكونوا فايتين اكثر من القياس ديالهم. خامس حاجه صاحبي، خامس حاجه هي طابلو دبوغ ديالنا. ملي نكونوا غنتحركوا في السياره ديالنا ملي غنديماري ما خصهاش شي دبوله غتشعل لك تما بالاحمر، يعني هذا كيدل باللي عندك شي عطا في السياره ديالك. قبل ما تغادر السياره ديالك بالسياره ديالك شوف صلح السياره ديالك عاد تقدر تسافر بها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.